بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة، دي الحلقة السابعة من برنامج ونس. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك زودنا لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أول بأول كل الفيديوهات اللي بنزلها. اللايك مهم يا جماعة، لأنه اللايك طبعا بيخليني اللايك يا جماعة بيخلي الفيديو ينتشر أكتر. فطبعا ده طلب مني لحضراتكم، وانتوا جزء كبير جدا. يعني إذا كان القناة وصلت 1000 مشترك ولا نسبة المشاهدات عالية، فده كله بفضل حضراتكم. عاوز تتكلم في ايه النهارده؟ النهارده هتكلم في موضوع يمكن يعني العاطفه والرحمه والمشاعر النبيله دي كلها. ده طبعا دي الحاجات دي كلها يعني بتبقى بسم الله ما شاء الله متوفره في الشغل يعني. يعني في منها كده ومنها كده. بس عاوز تتكلم في ايه النهارده؟ يعني دي يمكن تبقى رساله لاصحاب الشركات، او اي حد يعني ربنا سبحانه وتعالى مديله سلطه. فيعني يا جماعه احنا لازم نرحم بعض شويه. انا بحس حته ان انا ابقى ليا سلطه، ولا ابقى مثلا صاحب شركه، ولا ربنا سبحانه وتعالى اداني منصب مثلا مدير في مدرسه، في جامعه، في كليه، في كل الكلام ده. الموظفين اللي تحت دول يعني انا نفسي، يعني بجد يا جماعه، انا مش بتكلم هنا في يعني في حته معينه، مش بتكلم في مصر بس. يعني انا بتكلم في صفه عامه. في حاجات كتيره صعبه، خلينا نتفق. فلما تقول لي ان احنا نتعامل بدون عواطف، لا. ما هو خلي بالك، انت الموظف والموظف او الموظفه اللي انت بتحمل عليها دي، في يوم وليله مش هتيجي الشغل، هتقفل تليفونها ومش هتشوفها في الشغل. ما هو ده امر طبيعي يا جماعه. انت ضغطني. وفي الوجه المقابل انا مش بأثر، وفوق ده كله مش باخد حقي. مش باخد حقي، يعني مرتبي ما بقبضوش مثلا اول الشهر، بقبضه يوم 5 من 6. في شركات تانية بتقبض يوم 28. ولما اجي مثلا اقول لك او هي تقول لك، حضرتك بتزعل. وحضرتك لما الشغل عندك مجرد مثلا يحصل عندك خلل معين كده في النظام اللي انت ماشيه خلال يومك، ممكن تخلي الكوكب الارض كله يقف عشان خاطر مصلحتك. طب هو عنده اسره، يعول اسره، عنده ابناء، عنده ايجار، في فواتير عاوز يسددها. كل الكلام ده حضرتك مش بتشوف مصلحتك بس. ما دي صعبه برضه. ما صعبه، ما هو لما يقلب ويتغير الموظف ده، اول واحد هيبدا بيه انت، زي الاسد اللي بياكل صاحبه. بكلمك بمنتهى الصراحه، يعني حلقه صادمه بس بصراحه. هيبدا بيه انت، اول واحد هياكله. تدخل عليك المكتب كده وتدخل عليك المكتب، لانه انت اللي عملت فيه كده. انا بتكلم بصراحه على فكره، ودي نماذج انا شفتها. يمكن انتوا بتفتكروا الكلام اللي انا بقوله ده الناس يمكن اللي ما جربتش تشتغل ولا نزلت في الشركات من البنات ممكن تفتكر ان عبد الرحمن بيضحك. انا بكلمكم بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه. لما تيجي تخليني وتكتمني وتقول لي ما تتعاملش وما تتكلمش وملكش حق وكل الكلام ده، يعني انا في لحظه كده هبقى مش باقي على الشغل. ممكن امشي ويبقى فلوسي في الشركه. وشفتها من الناس والله يا جماعه. يبقى ليه حق ومش حق، خلاص ملاش ثمن. ف... فزي ما انت عاوز حقك، حقك خد عليه 100 خط. الاخر عاوز حقه. اخوك في الاسلام ده عاوز حقه. حقه يا اخي، حتى في الكلمه الطيبه اللي انت لو هو اقل موظف عندك، ان انت تدي له حقه. توزع حتى النظرات يا اخي. النظرات ما يبقاش للبنات بس، لا، ده للصبيان وللاقل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما تنصرون بضعفائكم. عشان كده بلادنا هتنهض. والله يا جماعه، لو العدل ده اقيم في بلادنا، مش بتكلم في مصر بس يعني يا جماعه. اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرق، وهو ليه حق برضه ليك. انا بشوف كل القصص بتبدا من صاحب الشركه. حضرتك لو عادل، والله العظيم انا شفتها في شركات يا جماعه. والله شفتها في شركات. لما الانسان صاحب الشركه يكون عادل، اقسم بالله العظيم بتلقى المحبه بتتوزع بينه وبين الموظفين تلقائي كده. ربنا بيزرع فيهم المحبه. زي الاب اللي بيبقى عادل
حتى لو معاه، حتى لو متجوز واحد واثنين وثلاثه، الشرع يحلل له كده، بتلقى ربنا بيقذف في الاولاد المحبه بينهم وبين بعض، لانه هو عدل واخلص مع الله، وشل حته الكره والظلم. انت ممكن مش هكلمك في حته القلب دي، يعني الموظف مش عاوز منك قلب، بس عاوز منك ان انت تعدل بينه، يعني لو وديته حته من قلبك برضه جزاك الله خير يعني. بس هو عاوز حته الماديه، التقدير، ان انت تعامله بني ادم، انسان، لانه هو زيه زي اي موظف عندك، حتى لو كان اقل فرد امن بتعبه في اي حد. حاسس انا كئيب في الفيديو ده، بس قلت لازم اعمله. ما تنسوش تشيروا الفيديو ده بالله عليكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.